السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي عزيزتي المستمعين والمستمعات. يعني غادي نحاول يعني نشرح يعني واحد الشرح إن شاء الله يكون مبسط وشرح اللي ممكن يعني يعطينا واحد الفهم لمحاور مجموعة من الدروس، وأبتدئ بالمحور الأول من درس الشخص. إذا هنا سنبتدئ بمحور هوية الشخص. إذا أولا خصنا نفهمو واش كنقصدو بالهوية. الهوية هو جوهر الشيء وما يجعله هو وما يجعله مطابقا لنفسه. نعم، يعني هاد الكلمات هادي كتبدو شي شوية بالنسبة لكم، كاين اللي يقدر يفهمها واللي يقدر ما يفهمهاش. يعني نعطي شي أمثلة باش نوضح. يعني كنقول الهوية الشيء، كنقلب على الجوهر ديالو. فرضوا مثلا واحد السيلو حيدتلو هاديك الجعبة ديالو وخليت غير داك ديال الكتابة، كيبقى دائما كنحطو السؤال في راس السيلو: واش هاديك الجعبة ديال السيلو ولا السيلو في حد ذاته؟ يعني ملي كنقول الهوية فأنا أبحث عن ما يجعل الإنسان هو. ملي كنقول هوية الشخص، شكون اللي كيخلي الإنسان هو. راه عندنا واحد الفيديوهات في القناة تبحثوا عليهم اللي كيشرحوا هاد الإشكالات ديال الهوية، اللي كاينة 4 ديال الإشكالات. الإشكال الأول هو أساس الهوية، والإشكال الثاني: هل الهوية ثابتة أو متغيرة، يعني هوية الشخص بطبيعة الحال. والإشكال الثالث: هل الهوية واحدة أم متعددة. ثم هل تعرف الاستمرارية بالتقطع. إذا باش ما نطولو شي كاين واحد الفيديوهات كيشرحوهم تصاور وداك الشيء مزيان وتفهمها دغيا. باش ما نبقاوش نكرروا الفيديوهات، نمشيو للمواقف الفلسفية. إذا هنا نقراو بعد هذه: ما أساس هوية الشخص، وهل هي ثابتة متغيرة، وهل هي واحدة ومتعددة، وهل تتميز بالاستمرار أم التقطع. إذا بطبيعة الحال هادو الإشكالات اللي هضرت عليهم. إذا يجب الإشارة إلى أن محور هوية الشخص هو محور لا يتناول إشكالا فلسفيا واحدا، وإنما يتناول عدة إشكالات، وهي أساس الهوية، والهوية ما بين الثبات والتغير، والهوية ما بين الوحدة والتعدد، والهوية ما بين الاستمرارية والتقطع. لهذا يجب على التلميذ الانتباه جيدا لمطلب الامتحان والإشكال المقصود حتى تكون الإجابة مضبوطة وتتوافق مع مطلب السؤال أو القولة أو النص. بطبيعة الحال هذا يعني الأمر هذا مهم للغاية. علاش؟ لأن التلميذ بعض اللحظات يعني ما كيمشي مع المحور، كيظن بأن ذاك المحور اللي قرا راه هو اللي كاين في الامتحان، وهذا خطأ كبير. داكشي اللي في الامتحان يقدر يعني يكون كيلامس هذاك المحور في واحد الناحية، ولكن شي نواحي أخرى ما كيلامسهاش. السؤال في الامتحان يقدر يجي على أساس الهوية، يقدر يجي على الهوية ما بين الثبات والتغير، يقدر يجي على الوحدة والتعدد، الاستمرارية والتقطع، يقدر يجي على أساس الهوية ولكن كيهضر على الفكر والتجربة، يقدر كيهضر على الذاكرة، يقدر كيهضر على اللاشعور. ولهذا بطبيعة الحال بالنسبة لينا خصنا نكونوا منتبهين بزاف، يعني نشوفوا السؤال على من كيهضر أو القولة أو النص. إذا هذا مهم جدا باش ما يعتقدش التلميذ داكشي اللي قرا راه هو اللي غيتحط في الامتحان 100%. فماذا تعني هذه الإشكالات؟ أساس الهوية يعني الأساس بشكل عام ما عليه يبنى البناء، وما بزواله يزول هذا البناء ويتهدم. يعني باين الأساس ديال الدار، إلا مشى الأساس كطيح الدار. وأساس الهوية بهذا المعنى هو ذلك العنصر الجوهري في الذات الإنسانية، والذي بزواله تزول الهوية ويزول تبعا لذلك وعي الأنا بنفسه وبوجوده، ويصير الشخص وكأنه غير موجود. إذا هنا كنهضروا على أساس الهوية. أساس الهوية هو ما يجعل الشخص هو. بمعنى ملي كنقول من أنا، شكون أنا يعني كل واحد كيقول أنا، ولكن هاد أنا شكون هو أنا؟ هي كلمة، ولكن شكون هي؟ غتقول لي الاسم وجدت قبل أن يعني حتى تولتي عطوك اسم، والاسم فهو مختاره لك، ولكن واش ما كنتيش قبل من الاسم. إذا هذا كنهضروا على ما يجعل الشخص هو أنا. شكون هو؟
إذا هذا هو أساس الهوية، واش الفكر، واش التجربة، واش لا شعور، واش إذا كل فيلسوف غيعطينا إجابة ويحاول يثبتها لنا. إذا حنا غنتظروا الإجابات ديال الفلاسفة عفوا، اللي غادي يحاولوا يعطيونا كل واحد ويعطينا التصور ديالو. الهوية ما بين الثبات والتغير. ماذا نعني بثبات الهوية وماذا يعني تغيرها؟ كنقول هوية ثابتة بمعنى أن الشخص يظل هو طيلة حياته منذ ولادته إلى موته، ولا يمكن أن يتغير كجوهر أو كذات. هذا كنهضروا على الهوية الثابتة. الهوية المتغيرة بمعنى أن الشخص قد يتغير، ولكن كيفاش هذا التغير؟ إلى درجة أننا يمكننا أن نتحدث عن تغير الشخص جذريا وكأننا أمام شخص جديد. هذا شي واحد مثلا فقد عقلو هبل، واش كيبقى السؤال واش كيبقى هو ولا كيتغير جذريا؟ ما معنى جذريا؟ بمعنى داك الشخص اللي كان فيه الداخل مشى ما بقاش، هذا الشخص الجديد. وبالتالي هنا بطبيعة الحال نلقاو اللي كيقول لك بأنه كيبقى هو ودي راه هو السيد راه هو، ولكن كاين اللي غيجي يقول لك لا سيدي ماشي هو هذاك السيد الأول راه مشى وهذا شخص جديد. ولهذا نقول هل هوية الشخص ثابتة أم متغيرة؟ ماذا تعني وحدة الهوية وماذا يعني تعددها؟ الهوية واحدة بمعنى أن الشخص هو شخص واحد رغم تغير الزمان والمكان، فلا مجال للحديث عن شخص واحد في داخل عدة أشخاص. والهوية متعددة بمعنى أن الشخص ليس واحدا وإنما هو عدة أشخاص يمكننا ملاحظتها والوقوف على تناقضاتها واختلافاتها. إذا هنا واش أنا واحد أو عدة أشخاص؟ يعني في الآخر يعني كل واحد يقول لك أنا واحد، ولكن راك كتلقى فيه عدة أشخاص. أنت براسك كدابز مع راسك، أو الديكور غير عملت هذا أنا كذا أنا كذا، كاين اللي كيقول لك أنا كذا أنا علاش نعمل هادي كذا إلى آخره. وفي العشية عاود كتلقى شخصية أخرى إلى آخره. وبالتالي فالهوية واحدة بمعنى أنك شخص واحد ولكن متعددة بأن هناك عدة أشخاص في داخلك، يعني يمكن الوقوف على تناقضاتها واختلافاتها. نقدروا نلاحظوها ونوقفوا على التناقضات ديالها والاختلافات الموجودة داخل الشخص. كنلقى الشخصية خيرة وشريرة في نفس الوقت، واحد عاطفي وواحد قاسح مثلا. بمعنى أن يعني داخل الشخص واش حنا واحد أو عدة أشخاص، يعني لدرجة أننا ما نقدروش نحسبو. إذا واخا تبقى يعني هذا سؤال يعني نقدر نجاوب عليه عبر الفلاسفة. إذا ماذا تعني استمرارية الهوية وماذا يعني تقطعها؟ الهوية تعرف الاستمرارية بمعنى أن حياة الشخص هي حياة مسترسلة وبدون توقف أو تقطع. إن استمرارية الهوية مرتبطة باستمرارية الوجود واستمرارية إدراك هذا الوجود، حيث أن الآن يظل يطابق نفسه طيلة عمر الشخص ووجوده، فلا وجود للحظات نكون فيها ولا نكون. الهوية كتعرف الاستمرار بمعنى حياتنا مسترسلة دائم، حتى ملي كالناس ما كاينش لحظات ديال التوقف. أطابق نفسي، هذه الهوية كنقولوا كتعرف الاستمرارية. حتى قدر الله طحتي في غيبوبة فتتبقى نفس الشخص، يعني كاين واحد الوجود مستمر ما فيه لا يتقطع الوجود نهائيا إلا بالموت بطبيعة الحال. واش الهوية مستمرة ولا كتعرف التقطع؟ التقطع بمعنى أن وجودنا يسكنه لا وجود. اسمح إذا قلت بمعنى أن وجودنا يسكنه لا وجود، بمعنى أوضح يمكن أن نقول بأن حياتنا لا تعرف استمرارية تامة في الوجود، بل هي مليئة بلحظات نكون فيها غائبين عن الوجود، كما هو الشأن في لحظات النوم مثلا. كاين اللي كيعتبر بأن لحظات النوم ما كنكونوش، يعني لحظة شبيهة بالموت. يعني خلينا غير هذا المثال هذا ممكن أنه يفهمنا ما معنى الهوية تعرف استمرارية التقطع. واحد كيقول لك لا أخويا في النعاس كنبقى، وواحد كيقول لك لا ما كنبقاش، فين كنبقى حتى كنفيق. إذا حياتي كلها عشت فيها داكشي اللي فايق ماشي داكشي اللي ناعس. إذا هنا كيبقى واش حنا فعلا حياتنا أو هويتنا يعني بالمعنى ديال الدرس كتعرف الاستمرارية أم أنها تعرف التقطع؟ وغنمشيو
المواقف الفلسفية. المواقف الفلسفية غادي نشوفو 4 ديال المواقف. الموقف الأول ديال ديكارت، الموقف الثاني ديال التجريبيون. إذا لاحظوا أن ديكارت كيقول بأن الفكر هو أساس الهوية، والهوية ثابتة وواحدة وتعرف الاستمرارية ولا تعرف التقطع. معنى ديكارت عنصر مهم داخل هذا المحور هذا، فهو جمعهم كاملين. كيقول لك الفكر أساس الهوية من جهة، كنهضرو على أساس الهوية كنلقاو الفكر، ولكن في نفس الوقت كنلقاو أن الهوية ثابتة وواحدة ومستمرة. إذا شكون هما ضد ديكارت؟ شكون اللي كيقول بأن الفكر ماشي هو أساس الهوية؟ غادي نشوفو بزاف ديال الفلاسفة. غادي نشوف التجريبيين اللي كيقولوا بأن التجربة مستمدة من الحواس هي دي، والمختزنة في الذاكرة هي أساس الهوية. وغادي نشوفو كذلك لاشولي اللي يعتبر بأن الطبع والذاكرة هما أساس الهوية، ونشوفو فرويد اللي كيعتبر اللاشعور هو أساس الهوية. إذا ديكارت كنلقاو أنه كاين الفلاسفة اللي كيعتبروش دائما الفكر هو أساس الهوية، وكيعتبروا الهوية إذا كان هو كيعتبرها ثابتة، لاشولي غادي يعتبرها متغيرة. كيعتبرها واحدة، فرويد غيعتبرها متعددة، ولكن كيعرفها كتعرف الاستمرارية. دافيد هيوم أحد التجريبيين غادي يقول لك لا سيدي، الهوية متقطعة وليست مستمرة. إذا نشوف هاد الفلاسفة كاملين باش نشوفو هاد الجانب الآخر من الإشكال. واخا إذا نبداو بديكارت. ديكارت بطبيعة الحال إذا هو إن الهوية ثابتة وواحدة وتعرف الاستمرارية ولا تعرف التقطع. الفكر هو أساس الهوية. دائما كنهضرو على الفكر هو الأول، عاد كنهضرو على الهوية واش ثابتة ولا واحدة، لأنه ميمكنليش نهضرو على الثبات بدون ما نهضرو على الأساس. الأساس دائما هو الأول، وهذا الأساس هو اللي كيخليني نشوف واش الهوية ثابتة ولا واحدة ولا متعددة. إذا واخا يرى ديكارت أن الفكر هو أساس الهوية وأساس إدراك الهوية، وهو ما يجعل الهوية ثابتة وواحدة وتعرف استمرارية الوجود. ويمكن شرح موقفه كما يلي. إذا الفكر هو أساس الهوية لأنه هو الجوهر الذي بزواله تزول الأنا. ملي كنقول شكون أنا، من أنا بالنسبة لديكارت أنا هو الفكر. إلا مشى الفكر كتمشي الوجود. ما معنى مات فلان؟ معناه أنه توقف عن التفكير. إذا إن الفكر هو أساس الهوية. علاش؟ لأنه هو الجوهر الذي بزواله تزول الأنا. كتمشي الأنا، ولا مشات الأنا يزول الوجود، وبالتالي تزول الهوية. فلا يمكن أن نتصور وجودنا بدونه. إن الهوية إذا ثابتة هي دي وواحدة وتعرف الاستمرارية، أن الفكر هو وحده ما يمنح الذات وحدتها وثباتها واستمرارية في الوجود، وهو ما يمنحها القدرة على العودة لنفسها في مختلف الأزمنة والأمكنة والتطابق معها والوعي بوجودها وبالعالم الخارجي. إذا شكون اللي كيخلي الهوية ثابتة ولا واحد؟ راه الفكر لحقاش الفكر ثابت والفكر واحد والفكر مستمر. ما كيتوقفش الفكر على التفكير. العقل ما كيتوقفش على التفكير، كنبقاو نفكروا دائما حتى في لحظات النوم. وبالتالي هو اللي كيخلينا مطابقين مع نفوسنا، هو اللي كيخلينا نرجعوا لنفوسنا. واخا كنكبروا ونتغيروا وكذا الى اخره، دائما اعود الى نفسي. الفكر هو اللي عنده هذه الرحله ديال العوده الى الذات والتطابق معها في كل لحظة هي من اللحظات، والوعي بوجودها وبالعالم الخارجي. إذا واخا إن الجسد وما يتضمنه من حواس زائل وقابل للشك فيه. علاش قلنا الجسد؟ لأنه كنقول من أنا بالنسبة لديكارت أنا نفس وجسم. النفس زائلة، ولكن عفوا النفس ثابتة والجسم زائل. بعض اللحظات كيحطوا في الامتحان شي امتحانات كيقول لك هل الجسد أساس الهوية؟ لا، بالنسبة لديكارت ماشي الجسد. علاش؟ لأنني أنا إنسان أفكر
الجسد ما عنده دخل هذا. إذا الجسد ما يتضمن بالحواس زائل وقابل للشك فيه، ولا يمكنه بالتالي أن يكون هو جوهر الذات وأساس هويتها، لأن أستطيع أن أفترض أن لا جسم لي وأن لا مكان أحل فيه، ولكن لا يمكن أن أفترض أنني لا أفكر أو أنني غير موجود. إذا يمكن لي نفترض بأنني ما عنديش الجسد، بمعنى هذا الجسد راني غير كنتخيل دابا. شكون اللي قالها لي؟ يعني كنحلم بعض المرات راسي في شي جسد آخر ولا شي حاجة. إذا الجسد ممكن نفترض بأنه يعني زواله، يعني ما يبقاش، ما كاينش جسد. ممكن تجي ويقول لك أودي تخيل جا شي واحد وسحر عليك وشفتي راسك في المرآة ما لقيتيش الجسد. أه؟ إذا شنو يبقى؟ واش انت هو الجسد؟ غتقول لي لا ماشي الجسد. إذا شكون انت؟ إلا مشى الجسد كيبقى النفس، والنفس إلا شكون هي النفس بالنسبة لديكارت؟ هي الفكر. كنقولوا شكون هي النفس بالنسبة لديكارت؟ راه هي الفكر. إذا الفكر ما يمكنليش نفترض زوالو، ما يمكنليش نفكر نقول أفترض أنني لا أفكر. ما كاينش أفترض أنني لا أفكر، لأن ملي أفترض فأنا أفكر. الافتراض في حد ذاته فهو تفكير. إذا بالنسبة لديكارت بأن الفكر فهو ثابت ومستمر في الوجود وواحد، ولكن الجسد ما يمكنش يكون هو أساس الهوية. علاش؟ لأنه متغير. يمكن نفترض بأنه غير موجود إطلاقا. واخا ندوزو دابا نشوفو جون لوك. جون لوك أو التجريبية بصفة عامة هي الأطروحة ديالهم. كيقولك التجربة المستمدة من الحواس والمختزنة في الذاكرة هي أساس الهوية. هنا كاين ثلاثة المفاهيم: كاين التجربة وكاين الحواس وكاين الذاكرة. التجربة مستمدة من الحواس، بمعنى الحواس هي اللي كتعطيني التجارب. تخيلنا واحد الإنسان، واحد الطفل ما عندوش الحواس، تولد ما كيسمع، ما كيشوف، ما كيحس، ما كيشم، ما كيتذوق. الحواس كله ما عندوش، لا إحساسات داخلية ولا خارجية. واش هاد الإنسان ممكن أنه يفكر؟ لا، ما كيفكرش بالنسبة لجون لوك. إذا الحواس هي اللي كتعطيني التجارب، والتجارب كتختزن في الذاكرة، وهكذا كيكون أساس الهوية هي هاد التجارب اللي السبب فيها هو الحواس. وهو ويعني هاد التجارب يمكن لها يعني نرجعوا لها في أي لحظة من الحين عبر الذاكرة. بالتالي فشكون أنا؟ من أنا بالنسبة لجون لوك؟ أنا مجموع تجاربي. أنا مجموع تجاربي. شكون أنا؟ أنا أستاذ، ولكن كنت تلميذ وكنت طفل وكنت كذا وكنت هادي إلى آخره. إذا هذا الكل هو أنا، ولكن شكون اللي غادي يعطي الوحدة؟ هذا الكل هو الذاكرة، هي اللي كتخليني نمشي لأي يعني ذكرى من الذكريات اللي فات لي أنني عملتها. وشكون أنا؟ أنا هو مجموعة التجارب هي اللي كتشكل أنا. التجربة هي بحال شي حجرة كنحتوها الهوية، كنحتوها يعني بواحد المطرق. هاد المطرق هي التجارب، كنحتو حتى كنعطي واحد الهوية ديال الإنسان، وهي دائمة النحت. يعني مازال الإنسان ما حدو عايش فهو كيدوز في التجارب. بقى كيضحك توقع له شي حاجة كيولي صافي، يعني شخصية اكتئابية ولا شخصية كذا ولا هادي إلى آخره، أو العكس. إذا هنا شكون أنا؟ هو مجموع تجاربي، والتجارب في راه كاينة في الذاكرة. إذا هذا أساس الهوية. إذا يرى التجريبيون عامة وجون لوك ودافيد هيوم خاصة أن هوية الشخص هو أن أساس هوية الشخص هو التجربة والانطباعات الحسية المستمدة من الحواس المختزنة في الذاكرة. ويمكن شرح هذا التصور كما يلي: إن الفكر وحده في استقلاع الحواس وعن التجربة يظل عاجز عن التفكير. إلا قلنا قبيلة، إلا قلنا واحد الولد تولد ما عمرو عندوش الحواس، ما واش يقدر يفكرها؟ ما يقدرش، لأنه يشبه صفحة بيضاء تكتب فيها التجربة ما تشاء. فلو افترضنا أن هناك طفلا ولد معطل الحواس، فإنه لن يستطيع التفكير ولن يستطيع معرفة نفسه ومعرفة هويته، حيث سيكون وجوده شبيه بالموت. إذا هذه قلناها قبيلات. إذا إن إدراك الهوية مشروط بالتجربة التي تمدنا بها حواسنا، والتي عبرها تتشكل شخصياتنا وتتبلور صورتنا عن أنفسنا، وبالذاكرة التي تجمع داخلها كل تجاربنا
على امتداد عمرنا، وتمكننا من العودة إلى نواتنا وأي لحظة من لحظات حياتنا، والتي عبرها يتم ربط حاضرنا بمستقبلنا. بطبيعة الحال يعني إلا مشات التجارب مشات الذاكرة، راه مشى الماضي وكيمشي الحاضر وكيمشي حتى المستقبل. يعني الذاكرة هنا عنصر أساسي بالنسبة لجون لوك، والذاكرة هي اللي كتجمع التجارب ديالنا. شكون حنا مجموعة التجارب. إلا مشات التجارب للماضي اش غيبقى؟ الحاضر ما غيبقاش، غيبقى المستقبل حتى هو ما غيبقاش. حتى العلاقات الإنسانية غتمشي، غنبقى نعرف حتى واحد، لا حتى أقرب الناس إليك ولا أبعد الناس إليك عليك، يعني ما يمكن لك شي تعرفو. إذا واخا نرجعو عاوتاني للجسد، شفنا ديكارت كيقول الجسد ماشي أساس الهوية. أنا كنشوف أن الجسد له علاقة بهويتنا. علاش؟ لأنه أولا جزء من تجاربنا. كنقول شكون هذا؟ هو مجموعة من التجارب. إذا الجسد حتى هو راه من ضمن تجارب. وثانيا لأن وجود حواسنا مرتبط بوجوده، فإذا غاب الجسد غابت الحواس، وإذا غابت الحواس غابت تجارب الذات وذكرياتها، وزالت بالتالي هويتها. بالتالي هنا مرتبط الجسد مرتبط بالحواس، وقلنا الحواس هي اللي كتصنع التجارب. إذا وجود والثاني لأن وجود حواسنا مرتبط بوجوده. ما يمكنش شي واحد، واش انت عمرك شي واحد ما عندوش الحواس؟ او ممكن شي واحد ما عندوش الحواس ولكن ما عندوش الجسد. الا كنهضروا على الحواس راه كنهضروا على الجسد. يمكنلاش نهضروا على الحواس بدون الجسد. هذا هو تصور ديال التجريبي، هذا تصور ميتافيزيقي. يعني لقى شي واحد ما عندوش جسد، فين عمرك شفتيه؟ ما كاينش حتى في التجربه ديالنا الى اخره. افتراض ما خصوش يكون لانه مخالف للواقع. هادو هما التجريبيين. اذا هنا شوفوا قلنا إن الجسد له هوية، له علاقة بهويتنا، لأنه أول جزء من التجربة. والثاني لأن وجود حواسنا مرتبط بوجوده، فإذا غاب الجسد غابت الحواس. إلا مشى الجسد غتمشي الحواس، الحواس مرتبطة بالجسد. وإذا غابت الحواس صافي غابت التجارب الذات وذكرياتها، زالت بالتالي هويتها. إذا الجسد ممكن نعتبره أساس الهوية. علاش؟ لأننا كنربطو الجسد بالحواس، والحواس كتعطينا التجارب، والتجارب ترتبط بالذاكرة، والذاكرة كتخلينا نهضرو على أساس هوية الشخص. إذا إن الهوية تعرف التقطع ولا تعرف الاستمرارية. هذه قالها دافيد هيوم بالضبط. يعني رد على ديكارت اللي كيقول لك بأن يعني الهوية كتعرف الاستمرارية. يحتمل اللي كنكونوا الناس وكنحلموا مثلا نستمروا في الوجود، شي واحد بغا يبغوا يستمروا في الوجود، ولكن بالنسبة لدافيد هيوم لا سيدي، كيقول لك لا، الهوية تعرف التقطع ما كتعرفش الاستمرارية. كيفاش؟ لأن عدم قدرة الذات على الإدراك المباشر لانطباعاتها الحسية ولتجاربها وذكرياتها الحاضرة والماضية يؤدي إلى غياب مؤقت للآلة، ويصبح الشخص وكأنه غير موجود كما يحدث مثلا في لحظة النوم، أو إلى غياب دائم له كما يحدث مثلا في لحظة الموت. إذا في لحظة، يعني في لحظة النوم مثلا ما كتكونش عندنا القدرة على الإدراك المباشر لانطباعاتنا، اللي كنقولوا الانطباعات الحسية أساس الهوية. ملي كنكون ناعس واش كنقدر نعرف شكون هذا؟ انطباعات حسية، شي بلاصة كتسمع شي صوت، هذا الصوت من كذا كذا. كيكون عندي وعي بالاشياء. لا ما كيكون لا وعي لا والو، انا كنكون محطوط في يعني ما طلب الله وزهر كاش غتحلم. واخا تقول لي كاين الحلم، ولكن يقدر يكون كاع ما كنشعروش به، كنفيقوا ما كنلقاوش هذا الحلم، ولا حتى هذاك الحلم فهو تجربه بسيطه. حلم ممكن تحلم اي حاجه تحلمها، يعني ماشي ذاتك انت، ماشي انت كتحلم حاجه اخرى. اذا هنا يمكن نهضروا على ان الهويه لا تعرف التقطع. علاش؟ لان الاساس كيمشي. حتى تقول لي دوك الاحلام، وهذيك الاحلام تجربه جديده للذات جديده، الذات جديده ملي كنفيقوا كتمشي حتى هي. اذا ماشي هي انا. اذا هذا هو التصور ديال جون لوك، واللي هو تصور قوي كيهدم التصور ديال ديكارت اللي كيعتبر بان اساس الهويه هو الفكر. خلينا نمشيو لي لاشولي. بغينا لاشولي علاش؟ بغينا لاشولي لواحد السبب اساسي، هو الى هضرنا على الهويه المتغيره.
ديكارت كيقول الهوية ثابتة، أصلا شي فيلسوف كيقول الهوية متغيرة. يعني باش يكتمل ربما يجي في الفرض ولا امتحان ولا شي حاجة، وهل أساس الهوية، هل عفوا الهوية ثابتة؟ ديكارت كيقول ثابتة، ولكن شكون اللي يقول متغيرة؟ هو لاشولي. إذا يرى لاشولي أن أساس هوية الشخص هو طبعه وذاكرته. شو لا بد باش نهضرو ثابتة ولا متغيرة، لا بد نرجعو لأساس الهوية في أي حاجة، لأن داك الأساس هو الذي يخلي الهوية واش ثابتة ولا متغير. ديكارت كيقول الفكر إذا فهي ثابتة، ولكن لاشولي كيقول الطبع والذاكرة هو اللي كيخلوها متغيرة. واخا نشرحو. إن الطباع هي ما يخلق التميز في الشخص ويجعله مختلفا عن الآخرين. فالإنسان الفرد هو مجموع طباعه، فإن زالت طباعه زالت هويته. إذا هنا كنهضرو على الطباع. الطباع كلمة معروفة، كل واحد طبعه. شكون أنا؟ أنا مجموعة طباعي. واحد الإنسان فيه واحد الفرد عنده عشرات الطباع، كتلقى فيه عنده واحد 4 زوينين و6 خايبين، فيه 8 خايبين وجوج زوينين، 8 زوينين وجوج خايبين إلى آخره. هنا نفترض فقط، وبصح يعني بالآخر يعني ممكن تلقى الإنسان كريم، هذا طباعه الكرم، ولكن في طباعه كذلك الهضرة في الناس، يعني كيهضر في الناس، يعني تجلس عنداه تسمع الهضرة في الناس، هادو طباع. فهمتي؟ ممكن تلقاه يعني ما كيسامحش. كاين اللي عنده الطبع كيسامح دغيا، تبتسم في وجهو كيسامح لك، وكاين والله إلا درتي فيه شي حاجة لا سامح لك، واخا يكون كاع ما دار والو، غير دزتي ما كلمتيش قلتي له السلام عليكم يقدر يقدر ما يسامحلكش. إذا كل كاين اللي كيضحك، كاين اللي كيقشم كيضحك مبتسم، كاين ناس اللي ما عندوش داك الضحك معاه شي شوية يقدر يتنوى يقول لك علاش كضحك، مالك كضحك نشوف فيا علاش كضحك. إذا جدي بزاف، كاين اللي جدي وكاين المهم اللي كاين اللي شخصية انطوائية ميبغيش بوحدو، كاين اللي شخصية اجتماعية. إذا الطباعية بزاف، وكل واحد ما فيهش غير طباع، هما طباع. إلا قلبتي في الذات ديالك غتلقى طباع، والطباع عندها علاقة بالتكوين ديال اللاشعوري. يعني كل واحد وكيفاش كبر. نقول اللاشعور غير باش نشرحو، لأن يعني ماشي قالها لاشولي، ولكن لاشولي قال الطباع هي أساس الهوية. ولكن ضروري باش تفهم ما معنى الطباع أساس الهوية. بل أنا مجموع طباعي. أما الذاكرة فهي المسؤولة عن وحدة الأنا وتماسكها في مختلف الأزمنة، لأن هي ما يربط حاضرنا بماضينا وما يربطه كذلك بمستقبلنا، وهي المسؤولة عن استمرار علاقتنا بذاتنا وبالآخرين بالعالم الخارجي. سبقنا قلنا علاش الذاكرة أساس الهوية بالنسبة لجون لوك تجريبيون، ولكن انت يعني بنفس التصور كي يجي شي امتحان واش أساس الهوية هو الذاكرة، كنعتمد كذلك على لاشولي. فهي المسؤولة أولا عن وحدة الأنا وتماسكها في مختلف الأزمنة، لأن هي ما يربط حاضرنا بماضينا وما يربطه كذلك بمستقبلنا. هذا هضرنا على قبيلة شكون هنا. إذا أنا الماضي والحاضر والمستقبل، مشات الذاكرة غيمشي الماضي والحاضر والمستقبل. الذاكرة هي اللي كتربط ما بين عمر الزمن ديال العمر ديالنا كامل، ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. إذا مشات شي واحد فقد ذاكرته راه صافي، غيمشي الماضي ويمشي الحاضر والمستقبل وما يربطه كذلك بالمستقبل. وهي المسؤولة عن استمرار علاقتنا بذاتنا وبالآخرين وبالعالم الخارجي. شكون اللي كيخلينا، شكون هو المسؤول عن استمرار العلاقة ديالنا بذاتنا وبالعالم الخارجي وبالآخرين؟ راه هي الذاكرة. إلا مشات الذاكرة غتعرف مثلا عندما نتحدث عن الآخرين، يعني الراجل ما يعرفش مرتو، تجي تجلس معاه تضحك معاه تقول له أنا فلان، مالك ما كتشوف في ديك الشوفات كذا، تلقاه هو كيشوف بالنسبة ليه واخا هي مراتو، فهو بالنسبة ليه شخص غريب، لأن ذاك اللي كان يحتفظ في ذاكرته بشي ذكريات من هاد الإنسان يعني ما بقاتش. إذا فهو بالنسبة لها شخص جديد، وهي بالنسبة ليه شخص جديد كذلك. علاقتنا بذاتنا ما كتبقاش يعني حتى أنا كيفاش كنشوف أنا ذكرياتي آمالي أحلامي ما بقاتش ديك اللي كانت فيه. إذا هنا كنهضروا على تغير الهوية، علاقتنا بذاتنا، علاقتنا بالعالم بالهوية، عفوا علاقتنا بالآخرين، وعلاقتنا بالعالم الخارجي حتى هي كتغير. العالم الخارجي
واحد البلاصة كتعجز عليك تجلس فيها كذا، شي قهيوة كتجلس فيها إذا عجبك، كاين ذكريات جميلة كنت جالس مع صحابك فيها ولا شي حاجة، ما بقاتش شي مدينة. ما عرفتش نسولك أنت كتعجبك مدينة من المدن، الآن كنسولك اش من المدينة ما بقاتش شي كتقول لي ما عرفتش يعني مدينة أخرى. يعني أنت تحتاج لذكريات جديدة حتى تنسج علاقة جديدة بالعالم الخارجي وبالآخرين وبذاتك بطبيعة الحال. إن الهوية تتغير أو تزول كلما تغيرت الطباع أو زالت الذاكرة. إن الهوية تتغير أو تزول كلما تغيرت الطباع أو زالت الذاكرة. هذه باينة يعني، لحقاش هي أساس الهوية، وهو الأمر الذي يوضحه عبر الأمثلة الثلاث التالية. كيعطينا علاش الهوية متغيرة، كيعطينا ثلاثة ديال الأمثلة. المثال الأول ديال النوم. ملي كنعسو صافي، ملي كنعسو اش كيوقع؟ كيمشي الأنا ديال اليقظة وكيحل محلو أنا جديد اللي هو أنا النوم. طلب الله وزهرك ملي تنعس اش غتحل براسك؟ إذا الهوية أنا متغيرة. بقاش إلا كان الأساس ديالها هو الطبع والذاكرة، داك الطبع غادي يزول هنا ملي تنعس. ممكن تكون حشومي، طبعك حشومي، ولكن ملي كتنعس ما كتوليش حشومي مثلا. كيكون طبعك مثلا قاسي مثلا، كتنعس كتولي طيب إلى آخره. يطلب الله وزهرك يعني الطباع كتزول مع أنا جديد. أنا جديد. بالتالي هنا كنقولوا مثال النوم، حيث تتغير الهوية بزوال أنا اليقظة واستبداله بأنا النوم، والعكس صحيح. المثال التالي هو مثال فقدان الذاكرة. حنا هضرنا عليه، ملي الإنسان فقد الذاكرة كيتغير توتالمون، ما كيبقاش يعني. حنا هضرنا عليه بما يكفي. قلنا أنه كتغير علاقته بنفسه وعلاقته بالآخرين وعلاقته بالعالم الخارجي وعلاقته يعني حتى بالماضي، يعني بالماضي يعني بالحاضر والماضي، يعني العلاقة الزمنية كما هضرنا عليها قبيلات. يعني قلنا أن الذاكرة هي المسؤولة عن وحدة الآن وتماسكها في مختلف الأزمنة. إلا مشات الذاكرة صافي، مشات الذاكرة راه مشات داك تماسك الذات. ما تبقاش انت تبقى تذكر الذكريات ديال الماضي، ما بقات الذكريات، ما بقى تعرف حتى شي حاجة. يعني كتصبح الولادة ديالك بالنهار مشات لك الذاكرة، ديك الذاكرة الجديدة اللي كتولي عاد يعني ذاكرة جديدة من لحظات فقدان الذاكرة القديمة كتولي هو أنت. إذا مثال الثالث مثال ازدواجية الشخصية، حيث أنه داخل شخصية الفرد الواحد يمكن إدراك شخصين مختلفين الطباع ومختلفي الذكريات، كل منهما يعي نفسه في انفصال تام عن الآخر. هذه واضحة يعني. ازدواج الشخصية كتكون يعني شفت واحد المثال ديال واحد الفيلم، واحد البنت يعني جو عندها ازدواج الشخصية. ملي بالنهار يعني كتلقى عندها قصة حياة يعني معينة، كتلقى عندها الناس ديالها كتعرفهم، كتعيش في واحد الظروف معينة، في واحد الجو معين، في واحد البيئة معينة، عندها رغبات معينة، كتبغي واحد الإنسان معين. ولكن ملي كتمشي تنعس ديك الجوج الليل كتفيق وكتهبط مسترجم وكتخرج. يعني كتمشي ناعسة، ولكن ناعسة وهي فايقة. يعني علاش؟ لأن الجديد أحل محل الأنا ديال الصباح. وكتمشي يعني بالآن الجديد ديال الليل، وكتشد يعني طريق أخرى، وكتشد طريق أخرى حتى تلاقات بشي ناس وواحد البدو تعرفت عليهم، بقات تمشي عندهم دايما تجلس معاهم، وحبات واحد الشخص آخر. وملي كتجي توصل ديك 4 5 الصباح كتمشي في حالاتها وكترجع لبلاصتها. ديك السرجم اللي نزلات منه داك البالكون كتعاود تطلع وتنعس حتى كتفيق الصباح. إذا هذا هو اللي بغينا نقولوا بأن تغير الهوية، لاحظ تغير جذري يعني، جذري يعني ما عنده علاقة لا الأنا الأول ولا الأنا الثاني، وكأنهم جوج الأشخاص يعني. ولكن هو تغير ماشي جوج في لحظة واحدة، كيمشي واحد وكيجي واحد بحال شي طوموبيل شكون يسوق، جوج شيافر هكاك الشخصية ديال الإنسان يعني. وبالتالي أنا كنهضروا على التغير، هذا هو اللي كيبين بين الهوية متغيرة جذريا، وكأن الأنا الأول لم يعد موجودا، وكأنه مات يعني ما بقاش له وجود. إذا هادو هما يعني تصور ديال ديال لاشولي.
اللي وضحنا فيه الأهمية ديالو. هضرنا على أساس الهوية طبعا الذاكرة، وهضرنا أن الهوية متغيرة، عطانا فيها ثلاثة الأمثلة اللي هو مثال ديال النوم، والمثال الثاني ديال فقدان الذاكرة، والمثال الثالث ديال ازدواج الشخصية. بقى لنا الفيلسوف الرابع اللي غادي نشوفو شكون اللي كيقول لنا الهوية متعددة، لأن قلنا ديكارت كيقول الهوية واحدة، وشكون اللي كيقول متعددة؟ اللي كيقولها هو فرويد. فرويد إذا باش نعرفو كيفاش كيقولها خصنا نشوفو أساس الهوية بالنسبة ليه هو شكون أنا. ملي كنقول أساس الهوية هو شكون أنا ولا شكون أنت إلى آخره. من أنا؟ بالنسبة لفرويد أنا هو يعني ذاك المركب اللاشعوري. مثلا غنشوفو ماشي أنا واحد، غادي يجي ويقول لك ما بقيتش أنا، أنا عدة أشخاص، أنا مركب، أنا فيه ثلاثة ولا هذا كيتصارعوا لداخل ثلاثة ولا أربعة. شكون هما ثلاثة ولا أربعة غادي نعرفوهم دابا. إذا يرى فرويد أن اللاشعور هو أساس الهوية، وهو ما يجعل الهوية متعددة ومتصارعة الأطراف المكونة للشخصية. ويمكن شرح يعني الموقف ديالو كما يلي. أن اللاشعور قلت هو أساس الهوية. إذا واخا باش نفهمو كيفاش اللاشعور أساس الهوية، إذا أردنا أن نفهم أنفسنا بشكل جيد فلا بد من الإقرار أن الوعي لا يمكن أن يمنعنا من إدراك صورة ذاته الحقيقية، ولا حتى فهم وتفسير الصورة اللاشعورية التي يحملها كل منا عن نفسه. فهوية الشخص هي مزيج من مكونات طبيعية ومكونات لها علاقة بتاريخ الفرد وتربيته. إذا إلا بغينا نفهمو نفوسنا خصنا نعترفوا بأن الوعي ما كيمكنناش، حتى واحد ما كيمكنو الوعي ديالو باش يدرك الصورة ديال ذاته الحقيقية، ولا حتى فهم وتفسير الصورة اللاشعورية التي يحملها كل منا عن نفسه. كل واحد كيحمل صورة، يعني شي واحد يقول لك أنا ظريف هذا زوين، ولكن الناس كيشوفوه بأنه ماشي ظريف، هذا قبيح. شحال من واحد حتى شي قبيح ما كيقول لك أنا قبيح كل الناس كتقول لك أنا زوين، ولكن كنلقى الناس كتشوفها صورة أخرى. يعني وهنا كيبقى السؤال شكون اللي عنده الحق، واش حنا ولا الناس؟ ولكن بالنسبة لفرويد راه حتى شي واحد فينا ما عارف راسو، حتى شي واحد ما عارف راسو. شحال من أناني ما كيعترفش بأنه أناني وهو أناني. شحال من بخيل كيقول لك أنا كريم. شحال من واحد ما كيعترفش بالخير مع الناس، يديروا فيه الخير حتى يعيا ما كيعترفش، كيقول لك لا سيدي شنو الخير دار فيا أنا. إذا شكون أنا ما عرفتش شكون أنا. يعني كل واحد وكيفاش كتلقاه كيدير شي تصرفات وما عرفش علاش. كيبغي شي واحد ما كيبغيش، كإنسان كيبغي واحد ما كيبغيش. هذه من الناحية المنطقية الوعي ما كيقبلهاش. كنقولوا خصنا اللي بغاني نبغيه، ولكن كتلقى كيزيد يبغيهم يعني. إذا هنا يمكن نقولوا بأن أساس الهوية هو اللاشعور. ولكن شكون أنا؟ شكون كيفاش تكونت؟ بالنسبة لفرويد كيفاش تكونت واحد الجزء مني عنده علاقة يعني باللاشعور، عنده علاقة باللاشعور، يعني تكوين لاشعوري. وهذا اللي يعني شكون أنا عندي علاقة بالماضي ديالي أولا، بالتكوين الطبيعي. هاد الطبيعة راه خلات فينا واحد، كل واحد فينا فيه واحد الجزء طبيعي. كلنا شكون هو الجزء الطبيعي؟ كنلقاو غرائز كتسيطر علينا. شكون هي الغرائز؟ كاين غرائز مثلا العدوانية. واش حنا خيرون؟ لا سيدي، بالنسبة لفرويد ماشي خيرون، حنا أشرار السيدي، حنا عدوانيين. الإنسان كيلقى السعادة ديالو في العدوان على البشر. تلقى صاحبك تقول له شي حاجة وتلقاه مثلا تلقاه يعني كاين واحد الجزء ديال العدوان كيبان في الغيرة مثلا. ما بغيتش نقولوا الحسد، ولكن كاين الحسد وكاين الغيرة وكاين بزاف ديال الأشياء. قليل اللي كيبغي الخير للناس. حتى إلا بغي الخير للناس كتبغي شي واحد اللي عندك علاقة به، شي واحد اللي ممكن أنك تستافد انت معاه ولا قال لك شي واحد يعني وقاد له شي حاجة ولا شي حاجة كتفرح. يعني علاش حنا عدوانيين؟ ولهذا تخلي شي تلامذ يفرعوا الطوابل، يفرعوا السبورة. يعني ملي كنقول العدوان فهو متعدد.
ما كنحترموش الدراري كل البشر مثلا البشريه كلها. كنلقاو الحروب، كنلقاو العدوان، اذا حنا عدوانيه، امثله كثيره. اذا هذا واحد الجزء طبيعي. اذا ها واحد فينا لداخل، ملي كنقول شكون انا عده اشخاص، ها واحد الشخص الاول فهو عدواني. منين جات العدوانيه؟ من الطبيعه البشريه. شكون اخر؟ هاد العدواني واش هو كيبقى بوحدو؟ لا سيدي، هاد الشرير كيبقى بوحدو؟ ما كيبقاش. ولكن بلاتي نشوف هاد الشرير كاين شي وحدين اخرين كيمشيو به معاه باللا عقل، بحال الشهواني. الانسان كيسيطر على الانسان التكوين الطبيعي، يعني تسيطر عليه الغرائز ديال العاطفه ديال الجنس الى اخره، وبالتالي داخل في الانانيه تما. ولكن استمرار الجنس البشري الله دارها فينا باش يصبر الجنس البشري. ولكن يعني هذه كتخلي الانسان كذلك انه كاين واحد الجانب شهواني داخل الشخصيه، شهواني، وبالتالي فيؤثر في الشخصيه مهما بلغت الشخصيه من ثقافه ومن فكر ومن كيبقى ذاك الجزء حاضر، فهو حاضر. واخا هذا الجزء ها هو ظاهر. شكون الكونتر هذا الجزء؟ الكونتر ديال الجزء كنلقاو يسمى بالانا الاعلى. شكون هو الانا الاعلى؟ علاش تربيت انا؟ وعلاش تربيتي انت؟ ربيناك على حشومه، عيب كذا، واخا انت عدواني، حشومه، عمك كذا، باك تهضرش، تهضر على باك هكذا، تهضر على امك هذا استاذ ديالك، هذا. تربينا واحد الجزء اخر، تربينا على قيم اخلاقيه، تربينا كل واحد والتربيه ديالو، يعني كل واحد والتربيه ديالو. كان كيشوف غير شي وحده عريانه كيقول لك شوف شنو لابسه هذيك، هي لابسه مثلا سروال جين، ولكن با كيكون محافظ كيقول له داك السروال ماشي اخلاقي. ملي كيكبر كتولي ديك الصوره منطبعه في نفسه بان هذيك الصوره غير اخلاقيه. اذا آه الا شاف شي بنت هكذا يبغي تلقى شاف شي بنت مثلا لابسه غير سروال جين ولا شي حاجه كتلقاه يعني كيبان له بان السلوك لا اخلاقي الى اخره والى اخره، سلوك لا اخلاقي. اذا واخا حنا ملي كنهضروا هنا كنهضروا على واحد التكوين، واحد التربيه، ولكن الاصل شكون؟ اصل الانسان كان شهواني، يعني في حد ذاته فشهواني. هذا يسمى بالهو بالنسبه لفرويد. الهو ما عندوش العقل، هو لا عقل، ولكن كاين شي حاجه اللي مرتبطه بالتكوين وهي مضاده ومختلفه على داك الشيء اللي كان. بحال شي واحد كيبغي يلبس وكيشوف اللباس زوين وبغى يلبس داك اللباس، ولكن كاين شي حاجه فيه لداخل كتقول له هذا اللباس راه ماشي عادي وماشي زوين الى اخره. واخا قلت حنا الشرار، يعني الهو كيعرف العدوانيه، ولكن ملي كنشوفوا الانا الاعلى اللي هو التربيه اللي تربينا عليها، فاحنا تربينا على الخير وكذا والحسنى وكذا الى اخره والتعامل الايجابي. وكاين بزاف ديال التربيه ديالنا في تربيه الوالدين، الدين اللي حنا تابعين له، بعض الاشياء التي وجدت باش تكون ضد ذاك الجانب الحيواني. اذا هنا كتولي هانتوما كتشوف الصراع غيبدا داخل الشخصيات الانسان. كاين جانبين هما بجوج بطريقه واعيه غيوقع صراع ما بين الهو والانا الاعلى. على من كيضغطوا على الانا هو اللي كيتخذ القرارات. اذا الانا نعتبرو بحال شي واحد شي فور كيسوق شي طوموبيل، وحداه واحد الناس، واحد كيهضر له في وديه كيقول له تبع هاد الطريق، والاخر كيقول له لا تبع هاد الطريق. الانا خصو يتبع الطريق اللي يدير فيها الخاطر، اللي هو يتبع الطريق اللي يدير فيها الخاطر الانا الاعلى. كيوقع صراع داخل الشخصيه. واش غير هادو بجوج اللي كاينين؟ واش الهو والانا الاعلى اللي كاينين؟ لا سيدي، كاين الهو، كاين الانا الاعلى، وكاين كذلك آه العالم الخارجي. العالم الخارجي يعني شنو كاين في العالم؟ كنهضروا على القوانين، الناس كذا، فين ساكن كذا، الظروف الى اخره. يعني هذا هو اللي كنهضروا عليه، العالم الخارجي والقوانين الى اخره. ممكن ان الهو يتوافق مع الانا الاعلى، ولكن ما يكفيش. خصنا نشوف العالم الخارجي واش بحال مثلا نهضروا مثلا مثلا يعني نهضروا على العالم الخارجي. ما لقيتي واحد المصطلح بالفلوس، اللي هو كيقول لك خودو، كيبين لك الرغبات اللي غادي ديرها به. الانا على كيقول لك لا حشومه وعيب وكذا الى اخره. تدي المصطلح ديال الناس وانت وكذا، وهذا مصطلح ماشي ديالك، هذا ديال الناس. اذا تربيت على جديك واش سارق باش تسرق هذا الشيء؟ لا ما يمكنش. ولكن هنا
ممكن يعني انك تشوف العالم الخارجي. العالم الخارجي شكون هو الناس. واش شافك شي واحد، واش داك المجتمع الا زدتي شي بطابو ما رجعتيش صحابو، واش كاين القوانين اللي غادي تنزل عليك الى اخره. هذا العنصر الثالث هو اللي كيدخل في المعركه وكيخلي هادو بثلاثه كيتصارعوا داخل الشخصيه، ودائما كيحاولوا يوجهوا الانا نحو الوجهه التي يريدها كل واحد من هؤلاء الاشداء الثلاث. انا قلت كسياره، فرويد بطبيعه الحال كيشبهها بواحد الانسان اللي كيقود الانا، كيقود ثلاثه من الساده الاشداء. ثلاثه، القائد ديال عربه فيها ثلاثه الخيول. الخيل الاول بغى يمشي يشد واحد الطريق اللي هو له، الخيل الثاني هو الانا الاعلى، والخيل الثالث هو العالم الخارجي. كل واحد بغى يشد طريقه على المهمه ديال الانا، انه يوحد ما بين هؤلاء الساده يعني الاشداء. ثلاثه خصهم كيفاش يحاول انه يخليهم يمشيو في طريق واحدة. إذا هنا يمكن نهضروا على الهوية متعددة. إذا إضافة إلى هذا الشيء ملي كنهضروا شكون من أنا، فرويد كيقول أنا هو الطفل. يعني كيعطي واحد الأهمية فرويد بالغة للتكوين ديال الطفولة. شكون أنا؟ أنا هو تلك السنوات الأولى من طفولتي، يعني ديك 3 أو 4 أو 5 سنوات الأولى هي الأنا. أنا هو هذاك الطفل اللي كان صغير عنده 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين. إذا هذا الإنسان هذا هو أنا. قل فرويد الطفل أبو الرجل، قل لي كيف كانت عليه طفولتك أقول لك من أنت. إذا بزاف ديال الأشياء كنجدوها في الطفولة. شوف شخصية الطفل، علمتيه محبة الناس يقدر يطلع كيحب الناس بالطفولة. يعني هذاك هو فششتي ذاك الطفل بزاف يعني واحد الدلال وواحد كذا، راه عطيتي اعجاب بالذات غيولي معجب بذاته بشكل. ربيتي فيه واحد مشاعر ديال الدنيا ولا مشاعر ديال احتقار الذات كتكبر فيه. تقول له الحمار كذا، شوف الناس سلم الله كذا الى اخره. لهذا فالطفل في الصغير كيكون بحال العجينه كنعجنوها هكا كيكبر في الكبار. اذا الطفل واش كيمشي؟ لا بالعكس، هو اللي كيبقى حاضر فينا. إذا هذا جانب اللي كنقولوا الهوية متعددة، حاضر فيها الطفل، حاضر فيها المراهق، حاضر فيها الشاب، حاضر فيها الكبير، حاضر فيها الشهواني، حاضر فيها العدواني، حاضر فيها الرجل الواعظ، الرجل المتدين، حاضر فيها الواقعي. حاضر بزاف هاد الشخصيات تتواجد داخل الذات، وهي اللي كتعطي واحد الصراع دائم. صراع دائم كما قلت، اللي كيخلينا دائما نتحدث على أن الهوية متعددة. إذا أعود لوضع يعني واحد تذكير نهائي بهذا المحور اللي كنعتبره أهم محور وأصعب محور، لأن فيه بزاف ديال الإشكالات داخل محور واحد. أقول ما أساس الهوية؟ أساس الهوية بالنسبة لديكارت هو الفكر، وبالنسبة لجون لوك ما كيعتبرش الفكر اساس الهويه، لان التجربه هي اللي كتصنع الفكر، وبالتالي الفكر لا وجود لفكر بدون تجربه. اذا انا لست هو فكري مفصول عن تجربتي بطبيعه الحال، لان ممكن نقولوا الفكر، ولكن الفكر كتصنعوا التجارب. يعني لا وجود لفكر هكذا خالص مفصول تماما انفصال عن التجربه. اذا هذا بالنسبه نركزوا على اساس الهويه. أساس الهوية ديكارت الفكر. بالنسبة لي جون لوك أنا هو مجموع تجاربي. بالنسبة لشولي من أنا هو مجموع طباعي. طبع الذاكرة كل واحد الطباع ديالو. أنا هو مجموع الطباع ديالي. بالنسبة لفرويد من أنا هو ذلك المركب لا شعوري اللي يظل يتصارع في داخلي بواحد الطريقة من الطرق، صراع دائم. إذا رجعوا، هل الهوية ثابتة أم متغيرة؟ ديكارت ثابتة بثبات الفكر. شكون اللي كيقول متغيرة؟ لاشولي. قلنا يعني هضرنا على ديك الأمثلة الثلاث اللي كيعطيها كيفاش كيبين بأن الهوية متغيرة، اللي هي مثال ديال النوم، ومثال ديال فقدان الذاكرة، ومثال ديال
ازدواج الشخصية. إذا هل الهوية واحدة أو متعددة؟ بطبيعة الحال ديكارت الهوية واحدة. شكون اللي كيقول متعددة؟ فرويد اللي حنا شفناه كيفاش كتعدد داخل الفرد الواحد عدة أشخاص، هضرنا عليها عدة أشخاص. هضرنا على الطفل، هضرنا على المراهق، هضرنا على الكبير، هضرنا على العدواني، هضرنا على الجنساوي إلا صح التعبير بهذه الكلمة، أو الشهواني، وهضرنا على الرجل يعني الواقعي، الرجل آه، يعني الواعظ، متدين إلى آخره، داخل شخصية واحدة. واش الهوية كتعرف الاستمرارية أم التقطع؟ بطبيعة الحال اللي كيقول كتعرف الاستمرارية هو ديكارت، واللي كيقول كتعرف التقطع هما التجريبيون، وبالضبط دافيد هيوم اللي يعتبر بأن يعني في لحظة النوم، مثال الشهير ديالو عندما ننام وكأننا لم نعد موجودين إطلاقا. صافي، ولهذا كتقطع فاش ما كنعسو كتقطع الهوية، كنموتو حتى كنفيقو الصباح وكنلقاو راه عاد كترتبط هويتنا بداك الشيء ديال الليل اللي نعسنا قبل ما نعسو. نعست في 10 الليل، من 10 حتى 10 الصباح، نقول 10 حتى 10 الصباح، 12 ساعة لم أكن موجودا فيها. وبالتالي هنا الهوية تتقطع في كل لحظة نوم، تتقطع في كل لحظة غيبوبة، وتتقطع في كل لحظة لا نكون فيها واعين بتجاربنا وبطبيعتنا الحسية. إذا إلى هنا سيداتي أنساتي سادتي، أتمنى أن أكون قد يعني وفقت في نقل هذا الدرس أو هذا المحور الكبير والشاق إليكم. أتمنى لكم النجاح والتوفيق، وإلى محور آخر ودرس آخر بإذن الله. تبارك الله عليكم.